أسعدتم مساء في هذه الحلقة والتي تحت عنوان دراسة مدن قامشلي، عفرين، كوباني، سريكانية. طبعا هذه الحلقة جزء من دراسة قمت بها في نهاية العام 2012 وبداية العام 2013. اعتمدت فيها على مصادر، سوف أذكر هذه المصادر جميعها في نهاية هذه الحلقة. سأبدأ بالقراءة. قامشلي مدينة سورية تقع في جهة الشمال الشرقي على الحدود مع تركيا، وعلى مقربة من سفح جبل طوروس، ولا تبعد أكثر من 10 كيلومتر عن جبال طور عابدين، وهي مركز منطقة وتتبع إداريا لمحافظة حسكة. وتقع المدينة بالقرب من آثار مدينة أوركيش القديمة تلموزان حاليا، التابعة للحوريين، يسكنها الكرد والعرب والسريان والآشور والأرمن واليهود. وقد تم تخطيطها وبناؤها من قبل الفرنسيين في صيف العام 1926 بسبب الموقع الذي اعتبره الفرنسيين استراتيجيا، بسبب وجود نهر جقجق وسكة حديد حلب نصيبين، أو ما يسمى خط حديد طوروس. وكان فيها مطبعتان في العام 1960، وأول مطبعة كانت عام 1946. سميت بعروس الجزيرة لوفرة خيراتها الزراعية والنفطية والثروة الحيوانية. التسمية: قامشلي اشتقاقا من كلمة كردية تركية. أيضا الترك يقولون قاميش. قاميش ماذا يعني قاميش؟ نبتة كانت تنمو على ضفاف نهر جقجق. قاميش. أخذت المدينة اسمها من هذه النبتة. تعني القصب الذي كان يكسو ضفتي نهر جقجق الذي ينحدر من نبعين من جبل طور عابدين في تركيا، مارا بمدينة نصيبين، مجتازا قامشلي، مستمرا في جريانه حتى التقائه بنهر الخابور في مدينة حسكة. وقد عرف نهر جقجق في العهد الروماني باسم ميكدونيوس، أما العرب فقد أسموه الهرماس. وتعد قامشلي حديثة البناء. السكان: بلغ عدد سكان قامشلي حوالي نصف مليون نسمة عام 2003. يشكل الكرد فيها حوالي 80%، سواء قلنا قامشلي أو قامشلو، هذا لا يغير ما في الأمر. المساحة: تبلغ مساحة قامشلي 658 كيلومتر مربع، وتتبع لها 133 قرية. هذا بالنسبة إلى قامشلي أو قامشلو. عفرين. نأتي إلى عفرين. تقع عفرين في الزاوية الشمالية الغربية من سوريا، وهي منطقة تابعة إداريا لمحافظة حلب. في العهد الروماني كان يمر من موقع مدينة عفرين الحالية إحدى الطرق الرومانية السريعة، لذلك كان من الضروري أن يكون هناك جسر. وقد أظهرت الحفريات التي كانت تجري في الحي الجنوبي من المدينة القديمة، أي على الجهة الجنوبية من شارع طريق جنديرس، أحجار بناء ضخمة ربما كانت أساسات لأبنية قديمة، أو أحجار القاعدة لذلك الطريق الروماني القديم. وتذكر كتب التاريخ أنه في القرون الوسطى حوالي القرن الرابع عشر للميلاد كان في موقع المدينة جسر يسمى جسر قيبار على اسم المدعو قيبار صاحب حسن قيبار، الذي لا تزال تشاهد في شمال غرب قرية عرش قيبار الحالية. وفي أواخر العهد العثماني كان في المدينة خان لإيواء المسافرين وحيواناتهم بجانب الجسر في مكان مبنى البلدية الحالي تقريبا.
وبعد وضع الحدود السورية التركية بموجب اتفاقية فرنسية تركية في العام 1922 قسمت المنطقة بشكل رسمي إلى قسمين، فبقي القسم السوري دون مركز إداري تحل محل مكان مدينة كلس التي بقيت كافة الوثائق الإدارية وما يتعلق بأمور الناس الشخصية وسجلات النفوس وغيرها في كلس. ذكرت بأن قامشلي التسمية جاءت من قاميش التي كانت تنمو، النبتة التي قصب كان ينمو على ضفاف جقجق. وحينما سمى الفرنسيون القسم السوري من جبل الكرد بقضاء كرداغ في نفس العام، كان لا بد من تأسيس مركز إداري للقضاء، فوقع اختيارهم الأخير على موقع مدينة عفرين الحالية بجانب الجسر الجديد الذي كان الألمان قد أقاموه هناك في أواخر القرن التاسع عشر، ولذلك كان الناس يسمون المدينة إلى أمد قريب بكوبري أي الجسر بالتركية. وباشر الفرنسيون ببناء الأبنية الحكومية ابتداء من العام 1923. التسمية بالنسبة لعفرين، تعددت الآراء والأقاويل حول أصل التسمية، فمنهم من يجعله كرديا صرفا من آفاروي أي الماء الحمراء العكرة. أما أول ذكر لاسم عفرين بشكله الحالي من حيث اللفظ والمعنى فقد جاء في نصوص آشورية تعود إلى القرن التاسع عشر على شكل أبري، طبعا قبل الميلاد أبري، وبنفس الشكل تقريبا في نصوص تاريخية للمؤرخ سترابون منذ القرن الخامس قبل الميلاد. ويجمع المؤرخون أن آب تعني الماء في اللغات الآرية القديمة وهي الكردية الحالية، ربما تعني مجرى أو مسيل ماء. وهناك من يقول أن تسمية عفرين جاءت من كلمة عفرو وتعني بالآرامية الأرض الخصبة كما جاء في المعجم الجغرافي السوري المجلد الرابع الصفحة 314. بالنسبة للدراسات طبعا الشخص يعطي عدة أقوال، من قام وتحدث عن التسمية تسمية مدينة ما، فأنا ذكرت كل هذه الأقوال، ولكن التسمية الأقوى واضحة عفرين أو آفاروي. تمتاز عفرين بأشجار الزيتون وفيها 18 مليون شجرة زيتون، يعني 18 مليون شجرة زيتون. طبعا المرتزقة من مرتزقة الجيش الوطني السوري تابعون للاحتلال التركي قاموا بقطع الكثير من أشجار الزيتون، هذه ثقافتهم منذ القدم، هذه هي ثقافتهم، هي السلب، النهب، القتل، الاغتصاب، قطع الأشجار. على كل، كما تمتاز عفرين بمعالمها الأثرية مثل مغارة دودري. سأتحدث على عجالة عن مغارة دودري. طبعا قبل 20 عام قرأت في مجلة الحوار الكردي العربي، مجلة الحوار الكردي العربي، بأن في تسعينيات القرن الماضي كانت هنالك بعثة أثرية في كهف دودري في عفرين. طبعا اكتشفوا فيها طفل عمره عظام طفل، طبعا عظام طفل عمره سنة ونصف، ويعود إلى 100 سنة خلت، 100 سنة عمر هذه العظام 100 سنة. يقول المقال كما قرأته في مجلة الحوار بأن علماء الآثار العرب أو من كانوا مع البعثة الأثرية أرادوا تغيير اسم كهف دودري إلى الحيدرية. انظروا كيف يصبغون أساميهم الغير مرغوب فيها على مدننا، قرانا وكهوفنا. لكن رئيس البعثة كان يابانيا ورفض هذا الأمر وقال بالفعل هي دودري تعني لها بابان، والكهف بالفعل لديه بابان دخول وخروج. على كل،
أما الجسر الروماني، طبعا هذا الشيء غير مذكور في الدراسة، ولكن أنا قرأت هذا الأمر. الجسر الروماني ونبي هوري وقلعة سمعان وتل عنتار الذي يحوي تمثال الأسد وآثار أقدام الإنسان القديم العملاق، كما تتواجد فيها ثروات باطنية كالنفط والحديد وحجر السجيل الزيتي والرخام والكروم والأسبستوس والنحاس، كما تمتاز بمياهها الجوفية. ومن أحواضها الرئيسية حوض نبع باصوطة وعيندارة، وحوض نبع كفرجنة، أيضا حوض نبع قرمكة في نبي هوري، وحوض نبع شيخ الحديد. السكان بلغ عدد سكان منطقة عفرين حسب إحصاء 2006 نصف مليون نسمة، وتتبعها 7 نواحي وهي جنديرس، شيخ الحديد، معبطلي، راجو، بلبل، شران، إضافة لعفرين المركز. المساحة تبلغ مساحة عفرين 2033 كيلو متر مربع، وتتبعها 360 قرية ومزرعة. عفرين غالبيتها كردية، يشكل الكرد فيها 92% تقريبا، ولكن الآن في الوقت الحالي أستطيع أن أقول بأن عفرين يشكل الكرد فيها ربما 30 أو أقل من 30% بسبب الاحتلال التركي ومرتزقته من الجيش الوطني السوري. المرتزقة العابرون للقارات الذين يبيعون كل شيء لأجل الدولار. الآن آتي إلى كوباني وسريكانية. كوباني المعربة إلى عين العرب تقع في شمال سوريا، وهي منطقة تابعة إداريا لمحافظة حلب، تقع على بعد 30 كيلومترا شرق نهر الفرات، وحوالي 150 كيلومتر شمال شرق حلب. غالبيتها من الكرد وفيها بعض العرب، وكان يسكن فيها الكثير من الأرمن الذين نجوا من مذابح الأرمن وقد هاجروا إلى مدينة حلب والولايات المتحدة. كانت فيها ثلاثة عيون ماء كبيرة جف آخرها في العام 1985، وقد خططت شوارعها من قبل الجيش الفرنسي، وبعض دوائرها الرسمية أي سرايا كانت بالأصل مخافر قديمة للجيش الفرنسي. التسمية، طبعا الرأي الغالب يقول بأن كوباني استمدت اسمها من اسم الشركة الألمانية التي أنشأت خط قطار الشرق السريع عام 1912، ولكن هذا الاسم غدا لاحقا عين العرب في إطار سياسة التعريب المتبعة بحق المناطق الكردية. وأجمع العديد من المسنين في المنطقة عن حكاية هذه التسمية، وما أجمعوا عليه هو أنه كان يوجد في المنطقة نبعان. الأول كان يسمى بكانيا مرشدة أي نبع مرشدي، في حين سمي الثاني بكانيا عربة نبع العرب، لأن العرب الرحل كانوا يأتون صيفا مع مواشيهم إلى المنطقة من وادي الرقة، وكان ذلك النبع مصدر مياههم. وهذا معناه أن سكان المنطقة الكرد هم الذين أطلقوا اسم عين العرب على نبع يقع ضمن منطقتهم. ويقال أن الشيوخ العرب في تلك الفترة كانوا يقرون بالوضع ويعترفون بكون برية كوباني تابعة للمنطقة الكردية منذ البدايات. كوباني كانت تابعة سابقا لمدينة أورفا، ولكن بعد تقسيم الحدود بين فرنسا وتركيا في العام 1921 أصبحت كوباني مركزا للمدينة. عدد السكان، يبلغ عدد سكان كوباني أكثر من
350 ألف نسمة بحسب إحصاء 2006. هذا إحصاء رسمي بحسب إحصاء 2006. المساحة تبلغ مساحة كوباني 2800 كيلو متر مربع، وتتبع لها عدد من النواحي الإدارية كالصرين والشيوخ، و400 قرية. ناحيتا صرين والشيوخ عربيتان تقريبا، وتبلغ عدد القرى التابعة لناحية صرين 120 قرية، منها 30% قرى كردية. أما ناحية الشيوخ فتبلغ عدد القرى التابعة لها 65 قرية، منها 65% قرى كردية. بذلك يتضح بأن الشيوخ ليست ناحية عربية، بما أنه عدد القرى الكردية 65%. أما مركز مدينة كوباني، عندما أقول كوباني أقصد المنطقة، وعندما آتي إلى ذكر المدينة أقول مركز المدينة. لا أحد يفهم هذا الأمر بشكل معاكس. أما مركز مدينة كوباني فنسبة الكرد فيها 100%، وبقية القرى كردية خالصة، فتصبح نسبة الكرد في منطقة كوباني بشكل عام تقريبا يعني 75%. هذا بالنسبة إلى كوباني. نأتي الآن إلى سريكانية المعربة إلى رأس العين. طبعا العرب قاموا بتعريب كل شيء، الحمد لله أن احتلالهم للأندلس لم يدم، فكنا سنرى إسبانيا الآن عربية، وكانوا سيقولون إنها أرض عربية منذ الأزل. الحمد لله أن الإسبان طردوهم وحرروا بلادهم. العقبى لنا وللأمازيغ ولبقية الشعوب. سريكانية رأس العين. سريكانية المعربة إلى رأس العين مدينة أثرية كردية تقع في شمال محافظة الحسكة على الحدود التركية، حيث تبلغ حوالي 85 كيلومتر، تبعد حوالي 85 كيلومتر عن مدينة حسكة، وهي مركز منطقة وتتبع إداريا لمحافظة حسكة، وهي مدينة قديمة جدا كما دلت المكتشفات الأثرية في تل حلف، ودلت على وجود شعب قديم عريق عبر التاريخ باسم الشعب السوبارتي الذي أسس دولة كبيرة. ويقول العلامة محمد أمين زكي نقلا عن المؤرخ سيدني سميث: كان هناك في العهود القديمة منطقة شمالها بحيرة وان، وشرقها كركوك، وجنوبها بابل، وغربها وادي الخابور، وكان يستقر في هذه المنطقة شعب باسم السوباريون. والسوباريون في القسم الغربي من نهر دجلة كانوا يعرفون باسم الهوريين أو الحوريين. إذن الحوريين سوباريين شعب واحد. التسمية تختلف فيما يتعلق بالشرق نهر دجلة وغرب نهر دجلة. السوباريون في غرب نهر دجلة في القسم الغربي من نهر دجلة كانوا يسمون بالهوريين أو الحوريين. وكانت عاصمة الدولة التي شكلها الشعب السوباري هي تل حلف. تل حلف موجودة في سريكانية، أعتقد 4 كيلومتر أو 5 كيلومتر أو أقل جنوب سريكانية. وكانت العاصمة معروفة باسم والشوكاني. أحيانا هنالك اختلاف، البعض يقول آشوكاني الطاحونة والماء، ولكن أعتقد بأن الأصح هو واشكاني بمعنى النبع العذب، لأننا نقول باوشينك باوش يعني الماء العذب. باوش عندما أقول باكر، باشور، بارش شرق، باوش أي الريح العذبة. هنا على الأغلب وشكاني بمعنى النبع العذب.
إذن العاصمة كانت معروفة بواشوكاني، ويعود ذلك إلى أواسط الألف الرابع قبل الميلاد، أي حوالي 3500 قبل الميلاد. 3500 قبل الميلاد. التسمية سريكانية تعني بالعربية رأس العين، وذلك بسبب ينابيعها، وتشتهر بينابيعها الكبريتية. والتسمية القديمة واشوكاني. هنا أنا كتبت في دراستي طبعا وأخطأت عندما قلت الطاحونة والنبع، ولكن أعتقد جازما غزوة حلب جنوب غربي سريكانية بمسافة 44 كيلومتر. مستحيل 4، لا. إذن النبع العذب. عدد السكان سأقول عدد السكان بالنسبة حتى نهاية العام 2012. عدد سكان تل حلف 4 كيلومتر. برافو، نعم 4 كيلومتر. 4 كيلومتر. تل حلف تقع جنوب سريكانية. هنالك الكثير من الكرد يقولون ليست مشكلة أخي فواز، خطأ مطبعي، أعلم بأنه لا توجد هذه المسافة الكبيرة 4 كيلومتر. هنالك البعض من الكرد يقولون رأس العين. عار عليكم أن تقولوا رأس العين، اسمها سريكانية. عدد السكان جنوب غرب البلد. عدد سكان سريكانية مع الريف 124 ألف نسمة. 124 ألف نسمة حتى نهاية العام 2012. أما عدد سكان المدينة، مركز المدينة، فيبلغ 40 ألفا، ونسبة الكرد في مركز المدينة حوالي 30% فقط. المساحة تبلغ مساحة سريكانية 3439.24 كيلومتر مربع، وعدد القرى التابعة لها 137 قرية. هذا بالنسبة إلى قامشلي عفرين كوباني سريكانية.